القرص الفلاحي الطرية اللي باللبن الرايب، حاجة كده فوق الوصف، ريحتها فوق الخيال. فعلا 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 ازاي تستخدمي اللبن الرايب في انك تعملي احلى قرص للسحور او للفطار الصبح في الايام بتاعت الغير رمضان. قد ايه هي تحفة وجميلة وريحتها حلوة قوي. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة علشان تشجعوني وتدعموني. اول حاجة هنعملها هنجيب معلقة مليانة من الخميرة الفورية، وهنحط عليها معلقتين سكر، وهنكون مجهزين كوباية مية دافية. نقلبها كويس طبعا، ونديها بقى فرصة ان هي تخمر، عشان لو مش متأكدين من الخميرة بتاعتنا يبقى الحاجة بتاعتنا ما تبوظ. كده الخميرة فارت اهي، يبقى كده الخميرة بتاعتنا سليمة. هزود كوباية سمنة او زبدة زي اللي عندك، واللبن اهو اللي راب مني ولقيته راب وبقى قطع كده، كنت شايلاه على جنب، شيلته في التلاجة. هاخد منه كوباية منه. ولو ما عندكيش لبن رايب يبقى اللبن العادي هتحطي عليه معلقة خل وتركنيه على جنب، هيروب على طول. هتاخدي منه الكوباية، وبعد كده هنجهز بقى كيلو الدقيق، هنكون نخلينه كويس ويكون كويس، وهنحط عليه معلقة كمان بيكنج باودر اللي هي الخميرة بتاعة الحلويات، وذرة ملح. هقلبه كويس كده علشان يتغلغل فيه الهواء. وبعد كده هاخد احط منه على حسب المادة السايلة بتاعتي ما هتاخد. مش هقدر احط كله مرة واحدة، لان كل دقيق بتبقى ليه درجة من درجات الامتصاص بتاعت للسمنة، فلازم ان احنا نحطه بالراحة واحدة واحدة، علشان خاطر وقت ما الاقي ان خلاص الدقيق بتاعي كده هو مكتفي بالسمنة بتاعتي اللي انا حطاها والمواد السائلة بتاعتي اللي انا حطاها، يبقى ما كملش، ما احطش بقية الكمية بدل ما ابوظ العجنة بتاعتي. انا هنا بفضل احط، انا هحط الكيلو كله، هيفضل عندي بحوالي كوباية الا ربع منه، هو ده اللي هيفضل من الكيلو. هو الكيلو يعمل حوالي 6 كوبايات تقريبا، انا خدت 5. عجينة طالعة طرية جدا جدا جدا، وعجينة قطنية فعلا، تحسيها بايديكي طرية قوي، ريحتها حلوة قوي. اللبن الرايب مخلي ريحتها جميلة جدا، تحفة. لقيتها عايزة برضو لسه بكمل، افضل اكمل لغايه اما احس ان هي خلاص كده اخدت كفايتها من الدقيق. حتى العجينه وهي بتتعجن تحسيها طريه. فعلا لما بتعملي العجينه وبتنجح منك انت بتحسيها وقت العجن. لو حسيتي وقت العجن ان العجينه ناشفه معاكي، اعرفي ان الحاجه هتطلع مش كويسه. لكن اول ما العجينه تبقى طريه في ايديكي كده، انت بتحسي بالنجاح بتاع الحاجه اللي هتطلع، بتطلع فعلا الحاجه كويسه. طبعا لازم تتعجن كويس قوي. طالما هتعجنيها مش في العجان، اعجنيها حوالي 10 دقايق. طبعا هنا اجوانتي مضايقني، انا هقلعه. لو هتعجنيها في العجان هياخد حوالي 5 دقايق عجن. اهم حاجه المرحله دي، مرحله العجن، اعجني كويس جدا. كده انا خلصت خلاص عجنه بتاعتي. هجيب بقى البوله اللي انا هحط العجينه فيها علشان خاطر اسيبها تخمر. هحط فيها نقطتين زيت كده، وهحط فيها العجينه بتاعتي.
طبعا شكلها تحفة، طرية 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 لأقصى درجة، ومش بتلزق في الايد. اديني حطيتها، هغطيها بقى واسيبها شويه حوالي نص ساعه انها تخمر. وفي اللحظات دي انا هسخن واجهز الفرن بتاعي، لازم يسخن قبل ما ادخل فيه العجينه بتاعتي القرص بتاعتي بحوالي ربع ساعه على درجه 180. طبعا هي خمرت هنا، خمرها في منتهى الجمال، تحفه. اكون ببقى مجهزه سطح العمل بتاعي اللي انا هفرد عليه العجينه، وهوريكي دلوقتي طريقتين لتقطيع القرصة. جميلة جميلة، أنا بصراحة فرحانة بيها، حلوة قوي. الطريقة الأولانية إني أنا هقطعها صغير كده قد بعض، وأحاول إن أنا أكورها كده عشان يبقوا كلهم متساويين ببعض كده، تطلع القرصة كل القرص قد بعض. الطريقة التانية بقى بالفنجان كده، أصغر حاجة عندك كده. بصي أنا بتطلع كورة في منتهى الجمال وكلهم قد بعض كده. تفضلي تلفيها كده تطلع مدورة اهي، تمام التمام اهي. كل القرص اهي انا كده دورتها. هحطها بقى على طول في الصاجة، تكون الصاجة بتاعة الفرن عندك مدهونة زيت، او حاطة فيها عليها ورقة زبدة اللي يريحك. وبعد كده هترصيها العجينة في منتهى الجمال. بعد ما ترصيهم كده هتدوسي بس عليها دوسة بسيطة وتبططيها بسيط كده، بتفرد على طول معاكي. وهتريحيها على جنب شوية. بعد الكلام ده قبل ما تدخليها الفرن، يكون قبل ما الفرن يسخن، حطيها فوق البوتاجاز كده شوية، هتهدى. وفي نفس الوقت برضو بتكتمل خمر. وبعد كده لمجرد مثلا ربع ساعة، وبعد كده هتدخليها الفرن. هتلاقيها بتستوي بسرعة، بتكون خمرانة كويس، بتستوي بسرعة جدا، ما بتاخدش وقت خالص في السوا. بس اهم حاجة يكون الفرن سخن كويس. ودي طلعت القرص الطرية اللي باللبن الرايب، تحفة تحفة تحفة، وريحتها تجنن، وحلوة قوي قوي في السحور. ممكن تتحشي جبنة، تبقى ساندوتش جبنة، ممكن تتحط في الشاي بلبن، للفطار في الأيام العادية. حاجة كده بصراحة جميلة، وريحتها خرافة وطرية قوي. ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش لايك واشتراك في القناة علشان تشجعوني وتدعموا.